ما تتخرجش من الجامعه الا وانت فلوينت في الانجليش. الجمله دي سمعتها من مدرب في كورس كنت باخده في سنه اولى جامعه، وحرفيا دي اكتر حاجه صح انا سمعتها. كلنا بنقضي سنين الجامعه ندور على مهارات نتعلمها عشان الشغل والمستقبل، وبننسى نتعلم اهم مهاره واللي من غيرها مش هتعرف حتى تاخد كورس على يوتيوب. وخلاص ما تتعبش نفسك وتدور، انا جبت لك الحل. المكان ده حرفيا هيحل لك كل مشاكلك في الانجليزي. عد معايا، الكورس بيجمع الاربع مهارات الاساسيه: القراءه والكتابه والاستماع والتحدث. 12 مستوى متقسمين من A1 ل C2، في ايا كان مستواك هتلاقي الكورس المناسب ليك. تقدر كمان تحضر اونلاين، وكمان تقدر تحضر اوفلاين في فرعهم في المنصوره. عدد الطلاب في كل مجموعه بيكون قليل جدا، فهيكون عندك فرصه انك تتكلم من غير ما تتوتر او تخاف، وتسال كمان الانستراكتور براحتك وتصحح اخطائك. مش بس كده، كمان بتتعلم البرزنتيشن سكيلز وازاي تتغلب على خوفك من انك تعمل برزنتيشن بالانجلش، او حتى تتدرب وتجهز نفسك للانترفيو. وبعد ما تخلص الكورس بتاخد شهاده معتمده من اكاديميه انريتش. وكمان لو عايز تجهز نفسك لامتحان التوفل او الايلتس بيمشوا معاك خطوه بخطوه لحد ما تجيب السكور اللي انت عاوزه. ده غير ان متاح عندهم كورسات تانية كتير على حسب الهدف اللي انت عاوز توصل: كورس بزنس انجلش، كورس ميديكال انجلش تيتشنج دبلومه، كونفرزيشن كلوب، منتورشيب بروجرام. كل ده هتلاقيه في اكاديميه انريتش. خلاص انت كده ما عندكش حجه. لو عاوز تعرف تفاصيل اكتر عن الكورس والعروض المتاحه دلوقتي اكتب كلمه كورس في الكومنتس وهيوصل لك كل التفاصيل. ولو عاوز تعمل اختبار تحديد مستوى مجاني من اكاديميه انريتش اكتب بس كلمه اختبار في الكومنتس وهيوصل لك لينك الاختبار على طول. وما تنساش تعمل سيف للفيديو ده عشان اكيد هترجع تحتاجه، وتبعته لصاحبك اللي هيجي معاك الكورس.